السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري، والنهارده يا جماعة فيديو جديد عن سبب موت الأجنة في الصيف بالنسبة للأرانب. هنشوف يا جماعة دلوقتي سبب موت الأجنة في الصيف بالذات، وهنشوف ازاي ان احنا هنتفادى الموضوع ده بطريقة او بأخرى. وهنشوف مع بعض طبعا الأرنبة دي والدة النهاردة، هنشوف الخلفة بتاعتها، واحنا بنشوف الخلفة هنتكلم طبعا عن الموضوع بتاعنا النهاردة. هنقفل طبعا على الأرنبة كده، وهنقفل بالأبلكاشة دي برضو زي ما عودناكم عشان الأرنبة ما تعضش ولا تعمل أي حاجة. وهنشوف مع بعض اهو بسم الله ما شاء الله الخلفيات يا جماعة. في طبعا آثار لمكان أجنة ميتة هي يا جماعة، ده نتيجة طبعا الشغل بتاع الصيف. وفي طبعا يا جماعه برضو مكان المشيمه والحاجات دي، طبعا الحاجات دي كلها لازم ننضفها. هنطلع الاول الخلفه اللي هي الحيه، وهنشوف الكلام ده كله، هنشوف السبب بتاعه ايه، وهنحاول ان شاء الله نمنعه مع بعض. وهنشوف برضو ازاي ان احنا هنقدر نتفادى الموضوع ده بعدين، او نتفادى بعض منه، لان طبعا فيه أجنة طبعا ممكن تموت نتيجة زحمة الخلفة. وهنقول طبعا أسباب موت الأجنة أكتر من سبب لموت الأجنة، مش بس في الصيف، بس ممكن يكون في الشتاء كمان. كل ده هنقوله في الفيديو بتاع النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. أول حاجة يا جماعة هنشوف الأجنة الحية بسم الله ما شاء الله. هنعد كده، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طبعا العش يا جماعه متبهدل، فيه سوائل كتير وفيه حاجات كتير، فطبعا احنا لازم ننضف الكلام ده كله. لازم نشيل الدم ونشيل الحاجات دي كلها، ونشيل الاجنه الميته دي كلها، ونشيل الحاجات ديت، ونبدا ان احنا نعمل عش تاني جديد ما يكونش فيه اي حاجه من دي خالص. هنشيل الكلام ده كله، وطبعا هنحط فيه الارانب، وهنبدا طبعا ان احنا نحط حواليهم شويه شعر من عند اي ارنبه تانية، او من عند الارنبه ديت. هننقي الشعر برضو الكويس اللي هو مش متعاص، وهنحطه تاني. هنقول طبعا الاسباب يا جماعه اللي بتخلي الاجنه يحصل لها كده. دول يا جماعه بسم الله ما شاء الله هم 9 ارانب. لو نلاحظ يا جماعه ان الحجم بتاع الارنب كبير، حجم الارنب يا جماعه كبير. فالسبب هنا عندي في الارنبه ديت حجم الارنب، مش ان هو شغل الصيف ولا الاحتباس الحراري ولا الحاجات اللي هقولها لك دلوقتي. بس سبب الموت هنا عند الارنبه دي بالذات ان حجم الارنب كبير. يعني كان في تعثر في الولاده اثناء الولاده مع العدد بتاع الارانب، لان دول 9 ارانب همت، والميتين هنا حوالي 2 او 3. فطبعا يا جماعه بيبقى في تعثر في الولاده نتيجه زحمه ال الارانب جوه بطن الارنبه. اثناء الولاده بيحصل تعثر، بيبقى في ارنب كبير ولا حاجه بيجي في السكه واتحشر في الارانب التانيين فما بيعرفش يطلع. فهي اثناء الشد في الولاده بتشد بعنف، عشان الرحم طبعا بيبقى بيعمل نبضات عشان الطلق وكده، فبتشد بعنف يا جماعه، فبيبدا ان في طبعا ارانب بتموت. فطبعا يا جماعه لازم ان احنا نخلي بالنا من الموضوع ده كويس، ان احنا لما نيجي آه، الأرنبة نعمل لها العش بتاع الولادة ونظبطها، نبقى نخلي بالنا برضو مع الأرنبة. ممكن إن إحنا ناخد بالنا من الأرنبة أثناء الولادة. فلو في تعثر في الولادة، أرنب باين منه حتة ولا حاجة وهي مش عارفة تطلعه، ممكن إن إحنا نشد بالراحة نقدر إن إحنا نطلعه. ده لو في تعثر جامد في الولادة. إنما لو مفيش تعثر والموضوع ماشي عادي، ممكن إن إحنا نسيبها عادي تولد برضو براحتها، مفيش أي حاجة. وبالنسبة للأرانب الميتة دي طبعا هنشيلها نرميها. تاني حاجة يا جماعة من الحاجات اللي ممكن بتسبب عندنا
موت الاجنه في الايام بتاعه الصيف ديت هي الاحتباس الحراري. الارنبه يا جماعه درجه الحراره بتزيد عندنا طبعا في اثناء الصيف، ممكن توصل ل 40 درجه وحاجه 40 درجه، فبتوصل في بطن الارنبه اكتر من كده ياما. في الارانب بتبدا الارنبه يا جماعه عكس الكائنات الحيه كلها، لما بيبدا الصيف الدنيا تحرر عليها ودرجه الحراره تعلى، فبتبدا الارنبه يحصل لها حاجه اسمها تجلط الدم او تخثر الدم. يعني ايه؟ الدم بيحصل له تجلط او بيدجو، فبيبدا ان الدم ما يوصلش للاجنه ديت، فبتبدا الاجنه تموت طبعا نتيجه الحراره من ناحيه، ونتيجه قله الدم من ناحيه، لان الدم بيزودها بالغذاء والاكسجين، فطبعا الارانب بتتخنق جوه الرحم وتموت. فعشان نتفادى الموضوع ده يا جماعه قلنا ان احنا بنشتغل بطرق ياما في الصيف. بنحط مروحه زي ما قلنا لكم، بنرش ميه اثناء درجه الحراره العاليه على الارانب اللي هي العشار بالذات. ممكن ان احنا نحط معاها جزازه ميه من الفريزر متجمده، نحطها معاها في العين او فوق العين على السلاكه كده. ممكن ان احنا اثناء فتره الحر برضو لو في خلايا تبريد نشغلها. حاجات ياما جو بالنسبه للتبريد في الصيف. بنتفادى طبعا مسك الارنبه او جس الارنبه او الحجن او اي حاجه خالص في الصيف في اوقات درجه الحراره العاليه. ما بنجيش ليم الارنبه خالص، ما بنجسش، ما بنديش حجن، ما بنلقحش الارنبه لو هي عايزه تلقح، ما بنفطمش ارانب لو في ارانب عايزه تفطم. كل الحاجات يا جماعه ما بنكنس في المزرعه اثناء الفتره بتاعه الحر بتاعه النهار، اللي هم الفتره من الساعه 10 مثلا لحد بعد العصر او لحد المغرب. كل الفتره دي يا جماعه ما بنعملش فيها اي عمليات حيويه في المزرعه خالص. بنسيب الارنب راقد مع نفسه كده، المروحه شغاله عليه، بنرش ميه ممكن في اوقات الظهيره. ما بنعملش اي حاجه غير كده عشان ما نخليش الارنب يعمل اي مجهود، او نحط عليه اي حاجه تخليه ان هو يبقى متضايق او يحصل عنده ارتفاع في درجات الحراره اكتر من اللازم. طبعا دي من الاسباب اللي بتموت الاجنه. ايه الاسباب التانية اللي بتموت الاجنه يا جماعه؟ الحجن بتاع الايفوماك. كتير من الانواع الايفوماك يا جماعه بتموت الارانب. زي ما قلنا في نوع واحد اللي انا شغال بيه ومجربه وما بيموتش الارانب الاشار، اللي هو النصر مكتين الواحد في المية العادي خالص، اللي هو ابو 30 جنيه. بقيه الانواع يا جماعه كلها الغاليه بتموت الاجنه في بطن الام. المضاد الحيوي يا جماعه بجميع انواعه برضه بيموت الاجنه في بطن الام. التحصين البكتيري برضه غلط على العشار، بيموت الاجنه في بطن الام. يعني يا جماعه بمعنى صح جميع الحجن ما تديهاش للارنبه اثناء فتره العشار. مفيش معانا غير النصر مكتين اللي هو الواحد في المية اللي قلنا عليه، ممكن تحجنه عادي مفيش مشكله لان انا مجربه. والتحصين الفيروسي لو انت بتحصن تحصين فيروسي ولا حاجة عادي مفيش مشكلة. كده قلنا بعض الأسباب، وبعض الأسباب برضو تانية هنقولها في فيديوهات تانية. بكده يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.